لو عايزين تعملوا الرز المعمر ويطلع بالشكل الجميل ده وكمان يطلع معاكم الوش بالطريقة دي، تابعوا معايا الفيديو للآخر وانتوا تعرفوا أسرار الرز المعمر هيطلع ازاي بالشكل الجميل ده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل الرز المعمر مع بعض ويطلع ناجح ان شاء الله معانا كلنا. بس اسمعوا الفيديو كده وركزوا فيه عشان تعرفوا كده شوية حاجات هتطلع لكم الرز المعمر بالشكل ده. اول حاجه يا جماعه بعملها دلوقتي، انا هوريكم قد ايه رز مفلفل كده وجميل وطالع بالشكل ده برضو، وهوريكم برضو مقدار الرز قد ايه ومقدار اللبن قد ايه. وتكات كده بسيطه هتخلي الرز طالع تحفه يا بنات، وطالع الوش كده بصوا محمر كده وجميل. بس اهم حاجه تركزوا في كل تكه من التكات اللي انا بقولها وانت تطلعي احلى صينيه رز معمر من ايديكي. بصي بقى يا قلب الرز عامل ازاي، بصي مفلفل وجميل والله، وفي نفس الوقت كمان جوسي. بصوا يعني انا عايزه اقول لكم المقدار ده بجد، يعني اللي انا عملته الرز على اللبن كان مقدار ممتاز جدا. واول المقادير اهي يا جماعه، كوبايتين من الرز بالمج العادي اهو زي ما احنا شايفين كده، المج ده في كل بيت يعني. بعد ما غسلتهم كده هسيبهم بقى يتنقعوا حوالي نص ساعه. خلاص غسلتهم كويس ونقعتهم كده، بس ما نقعتهمش في ميه، انا صفيتهم خالص من الميه. ودلوقتي التكه كمان اللي هقولكوا عليها ديت، انا كنت غاليه اللبن قبليها بحوالي ساعه، وانتي يفضل كمان تغلي اللبن قبليها بليله. هقولك ليه دلوقتي. دلوقتي انا حطيت الرز في الصينيه وهقلبه بقى بمعلقتين 3 كده من السمنه. قلبيه كويس لغايه ما كل رزايه تتغلف من السمنه ويبقى كله متشرب كده من السمنه. والمقدار اللي انا عملته خد مني معلقه سكر ومعلقتين من الملح صغيرين. هقولك بقى دلوقتي انا غليت اللبن قبليها بساعة ليه، ويستحسن ان انت تغليه قبليها بليلة. دلوقتي انا ما عنديش وش، هعمل ايه؟ هقول يعني مش هعمل رز معمر عشان ما عنديش وش؟ لا، انا غليت اللبن قبليها بليلة، ده كان كيلو من اللبن. غليته، بس انا يعني ما غليتهوش قبليها بليلة يا جماعة، عفوا. غليته قبليها بساعة وعمل الوش ده بصوا، عمل القشطة دي. وانا شلتها كده من على اللبن علشان انا دلوقتي هستخدمها في الرز المعمر. فانت لو غليتيها قبليها بليلة يعني بالليل كده والصبح تعملي الرز هيعمل قشطة اكتر من كده كمان. يعني الفكرة دي حلوة جدا، بتمنى ان انتوا تستفادوا منها. لو ما عندكيش قشطة فانت ما تغلبيش نفسك ولا حاجة، هتعملي انت القشطة دي بنفسك. تمام كده. ودلوقتي انا بقلب الرز بالسمنة، بقلبه كويس جدا. قلبي فيه بقى على قد ما تقدري عشان زي ما قلت كل رزاية تتشرب من السمنة. دي خطوة برضو مهمة اللي انا بقولك عليها دلوقتي. كمان الملح والسكر، المقادير اللي انا بقولك عليها دي طلعت مظبوطة جدا. كمان كيلو اللبن، بس مش كيلو اللبن لوحده، هقولك على اضافة تانية هتحطيها عليه برضو. دلوقتي نزلت باللبن اهو زي ما احنا شايفين كده، وهقلبه برضو. وهنقلب اللبن كويس لغاية اما كده يتسوى كده في الرز. سوي الرز كده معاه عشان ما تبقاش حتة واطية وحتة عالية. بعد ما قلبتي الرز بقى كده باللبن وكل حاجة، دوقي بقى المقادير بتاعتك كده مظبوطة ولا لأ. يعني دوقي نقطة لبن كده، شوفي الملح بتاعك. ودلوقتي انا ضفت حوالي كوبايتين من المية ليه يا جماعة، مش عشان اللبن قليل ولا حاجة، انا ممكن اضيف نص كيلو لبن تاني، بس بصراحة المية بتخليه مفلفل. وجربي الطريقة دي وان شاء الله الطريقة دي هتحسي بفرق طبعا مع الرز المعمر. هتخلي الرزاية كده مفلفلة كده وجميلة. وفي نفس الوقت يعني هو غني برضو. انا حاطة كيلو لبن. ودلوقتي هضيف اخر اضافة القشطة اللي احنا طلعناها من اللبن، استفدنا بيها هو على وش الرز. تمام كده يا جماعة. اتمنى يا جماعة الطريقة دي تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا ولو بجزء بسيط جدا من الفيديو حتى. ويكون بقى الرز بينجح، اللي مش بينجح معاها ينجح معاك المرة دي ان شاء الله. وادي يا جماعة الرز المعمر، هقولك دلوقتي على طريقة التسوية بعد ما طلع بالشكل الجميل ده.
الرز المعمر يا حبايبي بتحطيه على الصاجة اللي فوق الشعلة على طول، يغلي شوية، وبعدين ما بتستناهوش لما ينشف خالص، لا، لما بيكون فيه شوية لبن صغيرين بتطلعيهم على الشبكة وبتحطيها تحت الشوية، بتطفي الفرن وتشغلي الشوية، ما تسيبوش لغاية اما ينشف، انتي بتحطيه تحت الشواية وفي نسبة برضو من المواد السائلة علشان يعملك الوش ده. ودي كانت نتيجة الرز المعمر يا حبايبي، بتمنى الطريقة تكون عجبتكم، وطبعا مستنية اللايكات الجميلة وتعليقاتكم كمان تهمني، فما تنسوش اللايكات والتعليقات عشان نتشجع واعمل فيديوهات تانية كتير. وده كان الرز المعمر، يا رب الطريقة كلها تكون عجبتكم والفيديو، وان شاء الله تجربوا الطريقة وتنجح معاكم وتبقى احسن من كده كمان. وادي الرز المعمر يا حبايبي، انا نسيت اقول لكم ان هو اتعمل في صينية متوسطة الحجم، يعني انت لو حابة العلو بتاعه اكتر من كده حطيه في صينية اصغر، سويه في صينية اصغر يعني، هيطلع الارتفاع بتاعه اعلى من كده. فده كان مناسب ليا جدا، انا بحبه يا جماعة يكون خفيف كده ما يكونش عالي قوي. بس ودي طريقة الرز المعمر يا حبايبي، بصوا ده شكله، بجد الوش طالع جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا بالطريقة دي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.